عمرك فكرت إن مشروعك ممكن يكون السبب في كارثة بيئية؟ مش لازم تكون كارثة عالمية، ممكن تكون مشكلة بسيطة بس تأثر على الناس اللي حواليك، زي تلوث في الهواء أو صوت عالي أو استهلاك مفرط لمية المنطقة. فتخيل تكون استثمرت كل اللي معاك وبدأت الشغل، وفجأة تلاقي اعتراضات من الناس أو غرامات من الحكومة، أو الأسوأ قرار بإغلاق المشروع. الحقيقة إن أي مشروع بيتجاهل البيئة اللي حواليه نهايته غالبا بتكون الفشل، وعلشان كده كتاب Environment Impact Assessment بيقول إن دراسة الجدوى البيئية مهمة علشان المشروع يفضل عايش ومستقر على المدى الطويل. طيب يعني إيه أصلا دراسة جدوى بيئية؟ هي ببساطة تحليل شامل لتأثير مشروعك على البيئة اللي موجود فيها، مش بس البيئة الطبيعية، لا كمان البيئة الاجتماعية والاقتصادية. يعني بنشوف المشروع ده هيأثر على الناس، هيستهلك موارد طبيعية بشكل مفرط، هيطلع مخلفات أو ضوضاء أو تلوث، الناس هتتقبل وجوده أصلا والقوانين تسمح له. فالفكرة الرئيسية إنك قبل ما تبدأ لازم تتأكد إن المشروع ده لايق على البيئة اللي هيشتغل فيها. طيب ليه الدراسة البيئية مهمة؟ أول حاجة بتحميك من المخاطر، يعني ما ينفعش تبدأ تشتغل وفجأة تكتشف إن في خطر بيئي زي نقص موارد أو منطقة غير صالحة. تاني حاجة بتخليك ملتزم بالقانون، معظم الدول دلوقتي بقت صارمة جدا في موضوع البيئة، ولو المشروع مخالف ممكن يتقفل فورا. تالت حاجة بتحافظ على استدامة الموارد، يعني لو بتستخدم مية أو كهرباء أو أراضي لازم تستهلكهم بعقل من غير هدر. فالبيئة بتأثر على المشروع وكمان المشروع بيأثر عليها، والموضوع داير في دواير. المشروع جاي من البيئة وهيقدم منتج أو خدمة للبيئة وياخد منها فلوس أو موارد، فكل حاجة مترابطة ببعض. فلو البيئة اتغيرت أو رفضت المشروع انتهى كل حاجة. وخليني أقول لك إزاي تحلل البيئة. واحدة من أقوى الأدوات اللي بنستخدمها في التحليل هو تحليل سوات، وتعالى نطبقه سوا على البيئة. أولا القوة السترينث، إيه المميزات البيئية اللي ممكن تساعدك؟ زي مثلا مشروع في منطقة زراعية يبقى المحاصيل قريبة ومش هتكلف نقل كتير. تاني حاجة الضعف الويكنس، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك؟ زي ان المية قليلة او الجو فيه عواصف او الارض مش ثابتة. تالت حاجة الفرص الاوبورتيونيتيز، زي وجود قوانين بتشجع المشاريع البيئية او برامج تمويل للطاقة المتجددة. واخيرا التهديدات الثريتس، زي تغير المناخ او الكوارث الطبيعية زي الزلازل او حتى اعتراضات من الناس. وتعالوا نشوف انواع البيئة اللي لازم تبص عليها. اولا البيئة الطبيعية، زي المكان نفسه، هل مناسب للمشروع؟ هل في شمس كفاية لو المشروع بيعتمد على طاقة شمسية؟ هل الأرض خصبة لو مزرعة؟ هل في مية كفاية لو مصنع؟ تاني حاجة البيئة الاجتماعية، الناس حواليك هيتقبلوا المشروع ولا هيتضايقوا منه؟ فثقافة المجتمع مناسبة للمنتج بتاعك ولا لا؟ تالت حاجة البيئة الاقتصادية، في بنية تحتية تساعد، طرق، كهرباء، مية، والمنطقة فيها حركة بيع وشراء، فيها استقرار اقتصادي. رابع حاجة البيئة الاقتصادية، هل في أدوات أو تقنيات تساعد المشروع؟ ولو التكنولوجيا اتطورت بسرعة هل مشروعك يقدر يواكب ده؟ واخيرا البيئه السياسيه، القوانين بتسمح بالمشروع، يعني في تراخيص مطلوبه، المنطقه فيها استقرار سياسي، ولا اي قرار حكومي ممكن يوقفك فجاه. بافتراض انك راجعت كل ده تعمل ايه بعد كده؟ بتكتب تقرير دراسه الجدوى البيئيه واللي بيتضمن تقييم تاثير المشروع على البيئه، تلوث، ضوضاء، استهلاك موارد، تقييم تأثير البيئة على المشروع، مخاطر طبيعية أو تغيرات جو، هل المشروع بيدعم الاستدامة ولا بيستهلك البيئة لحد ما تخلص؟ وأخيرا بناء على التحليل نحدد المشروع ينفع يتنفذ ولا محتاج تعديلات، ولا الأفضل نوقفه من البداية. الخلاصة، دراسة الجدوى البيئية مش خطوة تكميلية، دي أساس لازم يتحط قبل أي حاجة تانية، لأن البيئة لو رفضت مشروعك لا تسويق هينفع ولا تمويل ولا حتى فكرة عبقرية. فابدأ مشروعك بأساس قوي وخلي البيئة دايما حليف ليك مش عائق في وشك.